ما هو لو كل قرد يلزم شجرته كلنا هنريح ونستريح، والله العظيم زي ما بقول لكم كده، كل قرد يلزم شجرته. ليه بنتدخل ونحط مناخيرنا في حياة غيرنا؟ حطي مناخيرك في وشك يا اختي. يا صباح اللي بتغني، يا صباح الهنا على قلبي انا، يوم مليء بالحلويات وبالطاقه الايجابيه، وكل سنه وانتم طيبين، والله ما بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. يا قلب اختك انت وهي، يلا بقى حطش كده، حطي اللايك المتين ويلا بينا نشوف عملنا ايه النهارده. يوم بقولك من حذافيره حصفوره حصفوره. يلا بينا كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه اول مره بتتابعوني ما تنسيش انت يا قلب اختك بتتابع امنيه غزال، اللايك والشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. نشرنا وطبقنا وعملنا كل حاجة. يلا بينا نشوف يومنا، يوم الطاقة الإيجابية، يوم كله حماس. اتحمسي وشوفي اللي وراكي ويلا بينا نشوف هنعمل ايه. قومي كده روقي أول بأول علشان لما نستعد كده لشهر رمضان. كل سنة وانتوا طيبين، فما يكونش ورانا أي حاجة، وتنظيفات العيد وكل سنة وانتوا طيبين برضه. وهنفضل بقى طول الشهر نقول كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وانتوا طيبين. بس أهم حاجة إن احنا ايدينا في مطبخنا على طول، أهم حاجة إن انت ايدك في شقتك على طول، عشان لما تيجي تقلبي الدنيا كده، ولا لما تيجي تعملي القلبه بتاعه رمضان والقلبه بتاعه العيد والحاجات دي، ما تتعبيش وما يكونش عليكي المجهود جامد. انا هنا كنت دخلت معاكم اهو، صحيت بدري، صاحيه بدري كده وكل طاقه ونشاط، قلت لازم اصور اليوم ده معاكم. وانتوا عارفين المطبخ دايما ما بيتشالش منه مواعين، على طول المطبخ ده بيتكاثر مواعين. فدخلنا بقى، وبقول لكم هنا نستهدى بالله كده ونطلع صينيه الكيك الاول. وخلي بالك من نفسك، يا حبي نفسك الناس تحبك، لو ما حبيتيش نفسك الناس مش هتحبك، ومحدش هيعمل لك اصلا اعتبار. المواعين دي انا كنت غسلاها من بالليل، ولكن زي ما بقول لكم المطبخ بيتكاثر، والله العظيم انا ما اعرف المواعين اللي اتوسخت دي جايه منين. بس المواعين اللي هي اللي انا حطاها دي إيه، انا كنت غسلاها من بالليل، فعلشان كده طلعتها وكنت سايباها تتصفى، فطلعتها علشان احط كل حاجه في مكانها. يلا يا قلب اختك، نشوف هنعمل ايه في يومنا النهارده. يوم كله طاقه ايجابيه وكله حماس. وكمان علقت بقى على حبه ميه سخنين كده علشان نعمل إيه، احلى كوبايه كوفي ميكس بقى تفوقك وتصحصحك كده على الصبح. عملنا مج كوفي ميكس، وكمان جهزنا لنفسنا وشلنا بقى بواقي الاكل. الاولاد كانوا ربنا يبارك فيهم ويحفظهم يا رب ويحميهم، كانوا واكلين، وانا هنا بقلب الازازه على وشها كده علشان تصفى لاخر قطره. اخر نقطه زيت في الازازه لازم اخدها والله العظيم. هنا اول ما اخلص الازازه بسيبها كده على وشها علشان لو كان فيها حبه زيت ولا حاجه استخدمهم. وبقى بلم لو كان حاجة على الرخامة، أي حاجة موجودة بروق حواليا كده أول بأول، وما بسيبش الحاجة مكركبة. أشيل الهدوم اللي عايزة إنها تتغسل بحطها قدام الغسالة، والمنظفات اللي أنا كنت شارياها وحطاها كده على الترابيزة بتاعة المطبخ من فوق، حطيتها في مكانها. المطبخ يعني ما كانش متوسخ آخر حاجة يعني، ولكن بحاول أروق الدنيا حواليا. الأولاد كانوا واكلين، فبشيل البواقي بتاعة الأكل، يعني مش بواقي الاكل للطيور يعني، ولكن بحط بقى ايه كله في الباسكت زي ما احنا شايفين كده. وهي قلب اختك النهارده عايزه اقول لك، قوي نفسك بنفسك، ما تخليش حد يديكي اي طاقه سلبيه، ما تخليش حد يتحكم في حياتك، ولا اي حد يقول لك رحتي عملتي جيتي وديتي. البسي اللي على كيفك، يعني في مثل بيقول لك ايه، كل اللي على كيفك والبس اللي على كيف الناس. لا، البسي اللي على كيفك وكل اللي على كيفك واعملي اللي على كيفك، انت حر ما لم تضر. اللي انا بقوله لكم ده من واقع ما عشته، ومن واقع التدخل في حياتي، ومن واقع الخنقه اللي انا بشوفها، يمكن من اقرب القرابين او يمكن من ناس قريبه مني جدا، ان هم بيتدخلوا جدا في حياتي. واللي هو ها انتي عارضه حياتك مثلا على السوشيال ميديا او بتنزلي فيديوهات، لا يا حبيبه قلبي انت وهي، الفيديو اللي انا عايزه اوريهولك بوريهولك، او المقطع في حياتي اللي انا عايزه اوريهولك بوريهولك. انما في حاجات كتير جدا انت ما تعرفيش عنها حاجه، في حاجات ورا الكواليس زي ما بيقولوا. فكل واحد يخليه في حاله، وعلى رأي مازن ابني اللهم بارك، يعني ربنا يبارك فيه ويحفظه، كل قرد يلزم شجرته. والله العظيم كل قرد يلزم شجرته، وما تخنقناش، يعني الدنيا ضغطانه بما فيه الكفايه. وبالنسبه للناس اللي بيدخلوا يحطوا لي طاقات سلبيه، وانتي جوزك سايبك تطلعي بس، وانتي جوزك سايبك تعملي فيديوهات. جوزي سايبني اعمل بس، وجوزي سايبني اعمل فيديوهات، وسيد الرجاله وغصب عن عينكم وعن عين التخين. وطبعا بحب جدا الناس اللي بتدي لي طاقه ايجابيه، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، والناس المحترمه ربنا يبارك فيهم متابعيني.
بحبكم في الله والله. انا بستنى اليوم اللي ما بطلعش فيه بس مباشر، بكون متضايقه جدا. بحبكم في الله جدا والله، انتوا اللي بتدوني الطاقه الايجابيه وانتوا اللي بتدعموني. ربنا يخليكم ليا يا رب وما يحرمني منكم ابدا. انا زي ما انتوا شايفين كده بلم الحاجات اللي هي عايزه المكركبه حواليا زي ما قلت لكم. يعني روقي الدنيا حواليكي، لمي الحاجات اللي هتتغسل حطيها كلها في مكان واحد، فهتحسي حواليكي ان الدنيا راقت. وكمان هتقفي في مكان واحد مثلا قدام الحوض ولا حاجه، هتركزي في حبه المواعين اللي قدامك وتخلصيهم وتطلعي تشوفي ايه اللي وراكي. ورقه صغيره، اي تقطيع مثلا من كيس بيكنج باودر زي ما انتم شايفين، نص ليمونه ناشفه، ازازه ميه فاضيه، مش عارف الحاجات دي كلها بتعمل احساس بالدوشه حواليكي في المطبخ. وخاصة انا المطبخ بتاعي صغير بس بالدنيا وما فيها، والله العظيم احسن مطبخ يا ولاد. المكان مش بكبره، المكان مش بالحاجات اللي فيه، المكان بالراحة النفسية بتاعته. انا الحمد لله الحمد لله احمدك واشكر فضلك يا رب، مرتاحة راحة نفسية غير طبيعية، رغم ان مطبخي يمكن متر ونص في متر تقريبا. الحتة اللي انا واقفة فيها حتة صغيرة جدا، انتوا يمكن التصوير مش مبين لكم، ولكن حاسة ان انا واقفة في قصر. الرضا ده من عند ربنا. حط اللايك يا قلب اختك لو لسه ما حطيتيهوش، وكمان لو لسه ما حطيتيش هدوم في الغسالة ولسه ما نشرتيش، ولو عندك حبة هدوم مركونين قومي يلا حطي الموبايل جنب منك كده وشغليه وصلي على النبي، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونرجع تاني، وخليكوا كده يا ولاد تقولوا كلمة طيبة في حق الناس، تعرفوهم او ما تعرفوهمش، قولوا كلمة طيبة وظنوا ظن الخير. لما تشوفوا حد لسه جديد ولسه بيبتدي في اي مجال، والله مش في المجال ده هو بس، لسه جديد ولسه بيبتدي ادعموه. لما تشوفوا حد لسه صفحته قليلة ادعموها. لما تشوفوا حد لسه عنده 100 ولا 200 مشترك ولا الحاجات الصغيرة دي ادعموهم، ما تسيبوهمش. انا احب اشكر الناس اللي واقفة معايا، وانا عارفة ان انا تعبت وبتعب على، يعني لما تشوفوا حد بيتعب وبيجتهد اقفوا معاه. والله العظيم يعني ده في حد ذاتها صدقة بتاخدوا أجر عليها. فأنا بدعم اي حد واي قناه صغيره دخلت قناتي. انا عارفه ان انا قناتي صغيره بس هقف برضو جنبهم وهدعمهم باي حاجه انا اقدر اعملها. اي حاجه اقدر اعملها، انا مش هسيب حد علشان انا تعبت وعارفه يعني ايه. انا جايباها من تحت الصفر مش من الصفر، لا انا جايباها من تحت الصفر. فاي حد محتاج مني مساعده انا اقدر اخدمها له او اسدها له او اعملها له، على عيني وعلى راسي، انا ما بتاخرش على اي حد. تمام. بحب اشكر بقى ام الالماس، احب اشكر ميرال، احب اشكر شغله وحكايه، فرفشه في الخمسينه، صوت الراديو، استاذ محمود، استاذ محمد العجمي، جماعه وروز. انا مش عايزه انسى حد، استاذ معاذ. انا الناس دي كلها يا جماعه يوميا لو انا فاتحه بس 24 ساعه الناس دي ما بتسيبنيش، الناس دي دعماني. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويخليكم ليا. واستاذ سليمان. انا مش عايزه انسى حد، الناس كتير والله، الناس كتير وبيحبوني في الله، واقفين جنبي لله. واي حد يا جماعه، انا فاتحه قناتي دي للشغل. قناتي يا جماعه شغل، شغل زي اي شغل، مش تعارف. وانا بكرر الكلمه مره واتنين وتلاته وعشرة وعشرين يا جماعه، قناتي دي شغل ما هياش تعارف. انا ست بيت بقدم محتوايا، بقدم شغلي، بشوف ولادي، بشوف بيتي، بشوف مصلحتي. انا مانيش فاضيه لحد يدخل لي على خاص يقول لي ازيك ولا نتعرف ولا ما نتعرفش. انا ست متجوزه، عندي 3 اطفال، ليا حياتي، ليا بيتي، مستقرة الحمد لله. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين. فيا ريت اي حد يحترم خصوصيتي، وزي ما انا ما بحترمكم جميعا تحترموا خصوصيتي. كل واحد وليه خصوصياته، فيا ريت ما نتعداش على بعض، لان انا اقدر اوقف كل واحد عند حده كويس، ولكن انا بس بتك على الصبر سيكا، وان نفذ فانتوا حرين بقى في الموضوع ده. كلامي موجه لفئة معينة وفئة ضئيلة جدا من المتابعين، فئة ضئيلة جدا جدا جدا، مش هديهم اكبر من حجمهم، هم عارفين نفسهم كويس قوي. ونرجع تاني لروتيننا وروتين الطاقة الايجابية. ويلا يا قلب اختك ما تنسيش تحطي لي اللايك الحلو والكومنت الجميل ودعوه حلوه ايجابيه كده من قلبك تشجعني على فيديوهات بعد كده. ويلا بينا هنطلع لايف حالا بالا حيا بالفصاد. ويا رب يكون فيديو سهل وبسيط كده على قلوبكم واستمتعتم وكمان استفدتم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.